صلوا على النبي يا حبايب قلبي، وتعالوا هنعمل مع بعض شوية حلاوة كفوف كده من اللي هي البيضة. هنحط 4 كوبايات سكر زي ما انتم شايفين كده، دي ربع كوباية. هنحط بقى الجيلاتين اهوت، بيبقى شبيه للسكر بس بيبقى لونه يعني اصفر شوية عن السكر بيبقى ابيض وهو بيبقى اصفر. هحط معلقتين هرميين زي ما انتم شايفين كده، ماشي. وبعد كده بقى هقلبهم كويس علشان خاطر لما احط الميه ما يكتلش معايا. اقلبه كويس زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. وبعد كده بقى هحط لهم كوبايه ميه، وادي التانية اهيت، يعني كوبايتين ميه بس. هقلبهم برضك كويس كده. وبعد كده بقى هحط لهم 4 معالق من ماء وارد، ماشي. هجيب ماء الورد، احط 4 معالق، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، ماشي. هقلبه وارفعه بقى على النار لحد ما يبدأ يغلي، اقوم عصرله ليمونايه، ماشي كده بقى غلى اهوت. هحط له عصرة نص ليمونة متوسطة. هقلبها بقى زي ما انتم شايفين كده. كده لسه ما استوتش، سيبها تغلي برضك لحد هوريكم كده ما استوتش لسه، ماشي. بصوا المرحلة التانية بقى، بسم الله ما شاء الله اهو. اهم حاجة تكونوا حاطينها في حلة غويطة عشان ما تفرش منكم، ماشي، عشان الخليط. وتهدوا النار عليه. هحط بقى بعد ما غلي اهوت معلقتين زيت نباتي ما يكونش له ريحة، واقلبه كويس زي ما انتم شايفين كده. وهحط له كمان نص معلقة اللهم صل على النبي كربونات، واقلبه كويس، ماشي. وهجيب بقى صينيه وانزل فيها بالخليط، وتنيني اقلب فيه تقليب مستمر، ماشي. بعد ما ينزل من على النار، اهم حاجه لازم نقلب لحد طول ما هو سخن علشان الجيلاتين يعمل مفعول معانا. بصوا ما تنينا اقلب فيه تقليب مستمر عشان اللون يفتح معايا، وعلشان خاطر يديني لون فاتح زي اللي بنجيبوه من بره بالظبط، ماشي. هنفضل تقليب مستمر طول ما هي سخنه عشان الجيلاتين يتفاعل معانا. طول ما هي سخنه الجيلاتين هيتفاعل